غدايا يا أصحابي الشغل. طبق كشري. كشري فيه مكرونة وعدس وصلصة ودقة وشطة ومكرونة شعرية ومكرونة عادية وعدس بجبة وعدس مش بجبة. أنا عارف إن محدش هيتفرج على الفيديو عشان الأكل بسيط بسيط. طبعا ده أخونا وحبيبنا أبو زياد. ده طبق كشري من عند محل أفندينا. محل أفندينا الأقرب لقلبي والأقرب لبيتي برضه. غدايا يا إخواتي بعد الشغل. أنا عارف إن محدش هيعمل لي لايك عشان الأكل بسيط، بس الحمد لله. علبة كشري بس الأكل بسيط. الراجل ده هو له كاريزما كده. فعلا الواحد بيبقى عنده كاريزما كده يخلي الناس تتفرج عليه، او يعني مش ان هي تتفرج عليه ان هو وحش، لا، تخلي الناس تحب تتفرج عليه او بتشوفه بتقول ايه حتى لو هو بيقول جملة بس. غدانا يا اخواتي بعد الشغل. دي كاريزما فعلا، ربنا يوفقه. الكاريزما ده عندي بقى في الكشري. الكشري ده حاجة هنا كده، يعني ايه، اللي هي بتخش القلب على طول، دي بترفصه كده وتخش القلب على طول. انا عارف ان محدش هيعمل لي لايك علشان الاكل بسيط. افتكرت كان في مقولة كده كانوا قايلينها يعني الفنانين زمان، كانوا قاعدين مع بعض كده، الجيل بقى بتاع سمير غانم، فبيقول له إيه، سمير غانم ما كانش قاعد معاهم يعني، فبيقول له هو سمير غانم فعلا بيضحك وكده في الطبيعي؟ قال له سمير غانم لو قاعد معانا جورنان مثلا، خد يا سمير كده اقرا الجورنان شوف الاخبار، وهو بيقرا الجورنان احنا بنضحك. فالكاريزما دي مش عند اي حد. والكشري ما تجيبوش لاي حد. افندينا